مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله زينين ان شاء الله بصحة وسلامة. اليوم راح اسوي وياكم العرايس اللحم بعجينة الصاج او عزيز التورتيلا. هنا مثل ما شفتوا عندي لحم غنم، طبعا دهين، وعندي طماطة، وهنا ثارمة بصل وفلفلاية خضراء وثوم، وخليت ملح وفلفل حار وكمون. بس اذا تحبون تخلون صلصات اخرى مثل دبس الرمان او دبس الفليفله، اي شي تحبون تخلونه، او معجون طماطة يحبوها هيجي. اللي يعجبكم خلوه. انا خليت هيجي لانه لحم غنم، ولحم الغنم تعرفون لحمه طيب. راح اسويها بخبز التورتيلا مثل ما تشوفون. هذا عندي الخبز بهذا الشكل. راح اخلي طبقة خفيفة، امد اللحم بهذا الشكل، طبقة خفيفة بالخضروات كلش طيب ودهين. والله ما توقعت هيجي يطلع طيب، كلش طلعت طيبة بدون صلصات. خليتها بهذا الشكل ودهنتها بزيت الزيتون بهذا الشكل من فوق حتى تكون شوية صحية. طبعا هي لازم تكون صحية لان ما خلينا لها اي شي، فقط اللحم والخضروات، ودهناها بزيت الزيتون بهذا الشكل، وكبسناها بالكابسة لحد ما تستوي. وبهذا الشكل استوى اللحم، لا تخافون طبعا يستوي. ضعفت عليها الكابسة، خليتها على كيفها بهذا الشكل. خليت دبس الرمان من فوق وحمص بطحينة، وتحبون غازات تشربون وياها عصاير لبن، اي شي تحبونه. انا هنا احبها ويا شاي، صبيت لي كوب شاي.